والله العظيم إذا داهمنا البرد ونزلت درجة الحرارة تحت الصفر ليصير وفيات في المخيم، وفيات أطفال ورجال كبار السن. شفت في عينك، طلع على الشارع من أوله لآخره ما بتلاقي ورقة بالأرض، ما بتلاقي. العالم كلها عم بتلم الورق وبتدفي على الأحذية مثل ما شفتوا بعينكم. السلام عليكم، أنا أبو عبدو، مندوب شارع الخامس بمخيم وطن. الناس باختصار بدون ما نحكي كتير، الناس بحاجة كل شيء، لا تدفئة، لا سلة إغاثي. عم تجينا ربطة خبز مجانية، لولا هذه الربطة لكانت الناس ماتت بالجوع بكل معنى الكلمة. في مرضى وفي أطفال ونحن بحاجة تدفئة، وفي عالم عم تروح على المستوصف، أكثر المرضى اللي عم بيروحوا بيوصفوا لهم معكم سوء تغذية. وصل صوتي لكل حر ولكل شريف، مخيم وطن على حافة الجوع بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. والتدفئة مهمة جدا، نحن مقبلين على فصل شتاء. والله العظيم إذا داهمنا البرد ونزلت درجة الحرارة تحت الصفر ليصير وفيات في المخيم، وفيات أطفال ورجال كبار السن. شفت في عينك، طلع على الشارع من أوله لآخره ما بتلاقي ورقة بالأرض، ما بتلاقي. العالم كلها عم بتلم الورق وبتدفي على الأحذية مثل ما شفتوا بعينكم. والناس ليك هاي شايف البياع، هلا وقفنا طفينا السيارة مشان احسن نحكي مشان الصوت. من عدم ما شوفوا تعال اسألوا ايش خذ عم ببيع، والله فرنك ما مع العالم تشتري. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك ايش هو بياع؟ بشتغل بالخرضة، يعني لا في بيع لا في مشترى. عالم الله يساعد، الله يكون بعون العباد. الدنيا شتوية باردة، يعني عالم بحاجة الليرة اخيو. ويعني حتى اي على مستوى لا في شغلي لا في عملي لا في شيء. مخيمات الله يساعد، الله يكون بعونهم. يعني عم بفتل على الفاضي، ولا كأنه في حدا، كأنه بصيح بين اموات، ولا في اي شغلي ولا اي عملي، ما في اي حركة والله نهائيا خالص. الله يكون بعونهم. بقى في اذا في كل حر اخيو بيحسن بيسمع هالصوت يشوف مخيم وطن هوني. جماعة الله يساعد، الله يكون بعونهم. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا، كيفكم؟ كيف صحتكم؟ الله يسلمك. حكي لنا عن وضعكم هون. انه هون سيء، يعني وضعنا كثير سيء، ولا تدفئة ولا معوني ولا اكل ولا شرب ولا مي ولا ابدا. إنه بيجي 15 يوم بلا مي والله. يعني ايش بدي اقول لك، يعني هون المخيم كله وضعه سيء، اولاد صغار كبيرين، يعني ما بعرف ايش بدي لك، ما بعرف. يعني حرام، هالشيء كله حرام. المخيم كلياته هذا عشان كبير ما بيعطونا، ما بعرف، بيقولوا انه كبير ما بيعطونا كبير. يعني ايش بدي لك، ما بعرف. ساكنة هون بالخيمة لحالك؟ اي لحالي ساكنة، ما عندي حدا خالص غير رحمة الله. ايش عم تستخدمي وسائل التدفئة السنة؟ شلون؟ ايش مركبة لحتى تدفي؟ ما مركبة شيء، بطلع على غرفتي. ما مركبة ولا صح؟ ولا ابدا والله جيت عند اختي تدفى، والله لا هلا جيت مبوظة من البرد. جاي لعند اختك مشان؟ اي والله العظيم هلا جيت لعند اختي مشان اتدفى والله. طب عجب ما لك مركبة عندك؟ ما عندي، من بدي اجيب؟ ما في مثلا مصاري معي، ولا حد يعطونا مثلا تدفئة ولا مد بيت. يعني ما هذا اللي بحكي لك يا، ما بعرف والله. يعني حرام، نحن كمان الله خلقنا، جحطونا هون ودشونا، يعني رجعونا بيوتنا، رجعونا ضيعنا لبلادنا. يعني وخلي والله العظيم يا طب الطيارة اهون من هذا اللي بعيش هوني، اهون ويح بيتحملها. مات بس الطيارة اهون من ايه اهون، ايه من العيش، ايه والله اهون. حرام والله حرام، عم نموت بالجوع والله. يعني المخيم كلياته عم نموت بالجوع، ما بس انا، هالاطفال هالختارة كيف كان حمل كبير. يعني ايش بدي لك، ما بعرف. شكرا، يعطيك العافية. من حضرتك خالتي؟ انا من ضواحي حلب. من ضواحي حلب؟ قد صار لكم بالمخيم؟ هون لي سنتين ما لي معمر المخيم. سنتين تقريبا. هون لحالك سنتين بالمخيم؟ ساكنة لحالك؟ ايه لحالي. كيف طلعتي من حلب؟ طلعنا، انا رايحة زيارة عند اهلي، من ضيعة لضيعة، وقام اخذوا ضيعتنا كفر حلب، تبع الحلب اخذوها مع السرائب، مع ميزناز، مع كلها، وما بقى السرور عند اهلي. راحت اغراضي، راحت تيبي، راحت داري، كلها راحت، ما خلوا لي غراض. والله العظيم جيت. اولادك؟ ما عندي اولاد. ما عندك اولاد؟ لا، بتعرف شوف والله العظيم اغراضي كلها صيفيه.